كان على طول بيفهمونا ان المكسب بيغطي على الاداء الوحش وبيغطي على المشاكل في الفرقه. بس الاهلي يا جدعان الشوط التاني وحش قوي. الاهلي الشوط التاني، تقدر تذكر لي كام مره اللاعيبه بتاعت سيراميكا خسرت الكوره في نص ملعبها او في عند ال 18 والنادي الاهلي ما عرفش يستغل دوت؟ تقريبا يجي 10 مرات من الشوط الاول للشوط التاني. لعيبه سيراميكا بتغلط زي ما كنت بتقول يلا احنا بنلعب معاك خد الكوره هي، وانت مش عارف تستغل، انت مش عارف تستغل ابدا. ولا بن رمضان، ولا طاهر محمد طاهر، حتى حسين الشحات لما نزل اناني. يعني حتى لما نزل والمفروض ان احنا محتاجينه والمفروض تثبت نفسك علشان تلعب برضه نازل اناني. الوحيد اللي كان بيلعب والوحيد اللي في الجبهه الواحده كانت بتلعب جبهه بن شرقي. بن شرقي ثلاث اربع كور، هي معروفه، هي جمله ادي لبن شرقي، بن شرقي يضم. سيراميكا عندها مشكله في الحته ديت. ثلاث اربع خمس كور نفس الكلام، بن شرقي يلم هوب يروح عرضيه. محمد شريف جاله اثنين، تريزيجيه جاله واحده، اربع خمس تجوان من نفس المنطقه. فالوحيد هو ده بن شرقي. على طول بنقول ان بن شرقي في عالم تريزيجيه. ايوه تريزيجيه جاب جون، تريزيجيه النهارده كان عامل اداء حلو، بس برضه بن شرقي في عالم تريزيجيه مليون مره. الجون اللي جابه تريزيجيه جون 10 على 10. حاجات بتفكرنا بقى تريزيجيه الدوري الانجليزي، تريزيجيه بقى مع اندر حاجات، لا حاجات كويسه. تريزيجيه كان محتاج ده، وتريزيجيه كان محتاج الجمهور يقرص عليه. ده اللي حصل. الماتش ما يبدا الجمهور قعد يهتف ضد تريزيجيه، وتريزيجيه تقبل وراح اعتذر لهم، ولما جاب الجون راح اعتذر لهم برضه والجمهور تقبل والدنيا تمام. تريزيجيه كان محتاج ده. تريزيجيه محتاج يفهم يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه جمهور النادي الاهلي. لو انت مثلا كنت غايب عن النادي الاهلي بقالك فتره، لا انت محتاج تفهم بقى. يعني مش هنفضل ندعم على طول، الجمهور مش على طول هيبقى في ظهرك. اول لما تغلط ولا نبدا نحس بتقصير، لا الجمهور هيديك على دماغك، وده اللي حصل. تريزيجيه تقبل والدنيا تمام. وتريزيجيه محتاج يفوق قبل ماتش الزمالك، زي ما بن شرقي كان فايق النهارده ولسه عندنا ماتش الحرس. تريزيجيه كان محتاج يفوق الماتش دوت، عشان هيبقى الماتش دوت فيصل. لو انت كسبت الزمالك هيبقى بعيد عنك بفرق بونت، ولما تلعب من الماتش المؤجل بتاعك يبقى انت كده تمام، هيبقى انت والزمالك فيهم منافسه. انما الزمالك يكسب يبقى فرق 4 5 6 بونت 10 بونت، لا هتبقى بعيده قوي. ف اداء النادي الاهلي الشوط الاول كان كويس، كويس نوعا ما. اللعيبه فايقه، اللعيبه عامله اداء حلو. بس الشوط الثاني انت ما جاتش، ده طبيعي زي ما انا قلت لك ان احنا بنجيب المدرب يلعبنا شوط واحد والشوط الثاني نسيبه للخصم. انا واحد ببقى قاعد طب جون هيجي فينا تعادل، كان هيجي فينا تعادل الحمد لله ربنا ستر. والحكام ادائها زي النيله وزي الطين. ادي انت لما بترجعش يا معلم تشوف الفار في كره بسام اللي جابها من جوه الخط؟ ليه ما بترجعش الاهلي تقريبا اللي ضربه الجزاء اللي هي قبل بتاعه سيراميكا اللي هو اللي العش زقه؟ ليه ما رجعتش تشوف التانية؟ كان الاهلي تقريبا اللي ضربه الجزاء تاني، ليه ما بترجعش تشوف كل ده؟ يعني مش فاهم. انت ادي الفريق حقه وخد حقك برضه. انا مش فاهم يعني. فمكسب مهم، مكسب مش هقول لك بقى يغطي على ده الوحش. آه، يعني تمام، ماشيه بتعرج، بس نمشيها لحد ماتش الزمالك. يعني نمشيها مع عماد النحاس لحد ماتش الزمالك، اما نشوف هيبقى فيها ايه.